اجي سيدي نشوفوا ردة الإخوة المصريين من بعد تأهل المنتخب الوطني النسوي لثمن النهائي كأس العالم للسيدات. ليتس جو سير. كل يوم المغرب بيثبت لينا ان هو الوحيد القادر على تشريف العرب وقارة افريقيا. والله يا جماعة قارة افريقيا محظوظة بوجود المغرب بداخلها. قارة افريقيا من غير المغرب في المحافل الدولية وكاس العالم انا حاسس ان افريقيا مش هيبقى ليها تواجد اصلا. على خطى اسود الاطلس لبؤات الاطلس يتأهلون الى دور ال16 في كأس العالم، واي تأهل ده اللي يخلي الصحف العالمية كلها تكتب عنك وتتغنى وتتغزل فيك. هنتكلم وهنقول ماذا كتبت الصحف العالمية، وهنقرأ كده العناوين بتاعت الصحف العالمية كلها وتعليقهم على تأهل المنتخب المغربي، وهنتكلم كده باستفاضة وحب وعشق على هذا المنتخب الكبير. النهارده وبس امنت ويشهد عليا ربنا، وعايز الكلام اللي بقوله ده يوصل لكل شعب المغرب ولكل بيت مغربي. النهارده امنت ان اللي معاه حقوق طبع ونشر التاريخ مغربي، ان اللي بيكتب كتاب التاريخ مغربي، ان اللي واقف على مطبعة التاريخ مغربي، وعايز الكلام ده يوصل لكل العالم. النهارده المغرب بإنجاز جديد ورقم قياسي جديد بيوصل لدور ال16 لمونديال السيدات كأول منتخب عربي بيوصل لدور ال16. ناس كتير قالت ان ده مش هيحصل وهتبقى حصلت المجموعة المغرب. قلنا لهم لا، قلنا لهم لا، قلنا لهم لا. ولاد المغرب دايما بيكتبوا التاريخ ودايما بيعملوا الانجاز الجديد، والسيدات على خطى الكبار هيكونوا، وده اللي حصل والحمد لله. الحمد لله. ملحمة مغربية وتشريف للكرة العربية. المنتخب المغربي للنسوة على نهج منتخب المغرب للرجال، والتأهل التاريخي إلى ربع النهائي وكتابة التاريخ في قطر. النهاردة في أستراليا بيكتبوا التاريخ ويتأهل إلى ربع النهائي كأول منتخب عربي يتأهل إلى ربع النهائي، وفي أول مشاركة عربية ومنتخب عربي بيفوز لتاني مباراة على التوالي. فوز على كوريا الجنوبية، والنهاردة على كولومبيا. فوز بالشخصية، بالعزيمة، بملحمة، بأداء جامد جدا، بالرغبة، بفرض السيطرة، بفرض الشخصية. ب45 دقيقة في الشوط الأول كل حاجة مغرب عملوا كل حاجة وربنا كرمهم، وكان للمجهودهم في الشوط الأول بهدف، وكان هدف عن جدارة. الشوط الأول كان أقل شيء إن كان يخلص 1-0. الشوط الثاني شوط تكتيكي وأداء جامد جدا. لكن خلينا قبل ما نتكلم على الأداء، وخلينا قبل ما نتكلم على التأهل التاريخي، خلينا نوجه رسالة لكل من قلل من المنتخب المغربي. ما تتكلمش بدري، لازم تسمع وتشوف وتتفرج للآخر وتشوف. النهارده أداء كبير جدا، تأهل تاريخي في أول مشاركة ليهم في كأس العالم، وأول مشاركة لمنتخب عربي في كأس العالم بيتأهلهم إلى ربع النهائي. أول مشاركة بيفوزوا بمباريتين على التوالي. في أول مشاركة للعرب بيعملوا ملحمة كبيرة جدا، وبيوقف لهم الجميع احتراما وتقديرا على الأداء اللي كان موجود النهارده. أيوة، الأداء اللي كان موجود النهارده يشرف الكرة المغربية، ثم يشرف الكرة العربية، ويشرف الكرة الأفريقية. أداء جامد جدا وعلى نهج يعني المنتخبات الأفريقية. خش بقى مع جنوب أفريقيا ونيجيريا. الله أكبر، تأهل تاريخي لمنتخب المغرب النسوي سيدات المملكة المغربية. عملوها الأسود، عملوها أولاد الملوك، فازوا على كولومبيا 1-0. وجنون في الإعلام الجزائري مش مصدقين إن المنتخب المغربي اللي كان خسران 6-0 من منتخب ألمانيا فاز على منتخب كوريا، وفاز على منتخب كولومبيا اللي فاز على منتخب ألمانيا 2-1، وصعد إلى الدور التالي في كأس العالم. مجد جديد بيكتب للمنتخب المغربي. انكتب على المنتخب المغربي انه يرفع راية العرب ويرفع راية افريقيا كلها الامازيغية المسلمة، علشان الناس اللي شككت لما اتهزم منتخب المغرب امام المنتخب الالماني 6-0 قالوا انتوا جايين تهزروا، انتوا نفختوا كتير، انتوا عملتم. انا هقول لكم هنا واقول للاعلام الجزائري خاصة انيسة الحماري اللي هربت من منتخب الجزائر وقالت ان في فوضى، هي اللي سجلت النهارده الهدف باسم منتخب المغرب. دينا مغرب ولا عزاء الحاقدين. فضل اللايك، بارتاج. عملوها بنات المغرب، واجمل لحظه واجمل لقطه في 2023
انتظار بنات المغرب بعد ما عملوا اللي عليهم، بعد ما كسبوا كوريا وكولومبيا بكل قوة، مش بس أول مشاركة والسلام، لا، بعد ما عملوا اللي عليهم ينتظروا نهاية أول مباراة مشاركة ألمانيا تأهل. وكوريا. شكرا لكوريا، فرضت التعادل على بنات ألمانيا، طلعتهم بره البطولة. كانت أجمل لحظة نهاية مباراة ألمانيا وكوريا علشان بنات المغرب يفرحوا. سمعت صوتكم وأنا هنا في الإمارات وأنتوا في أستراليا، صوت فرحكم داخل قلبي، وصل لقلبي هنا، حسيت بيه. مبروك للشعب المغربي. بنات المغرب مش بس بيفرحوا الشعب المغربي، لا، ده بيفرحوا كل من يحب المغرب. كل اللي بيحب المغرب فرح وفرح من قلبه. دي بالنسبة ليا أجمل فرحة وأجمل لقطة في 2023. مبروك للبت المغربية، البت البطلة، البت اللي تبحث عن الإنجازات، بت الطموحة، تكتب إنجازات تاني إن شاء الله في ماتش فرنسا القادم في الأدوار الإقصائية. إن شاء الله بنات المغرب مع بنات فرنسا، وبإذن الله حققوا الفوز إن شاء الله عشان يكتبوا تاريخ جديد. 1.5 مليون مبروك للمنتخب المغربي للنساء لبؤات الأطلس، اللي إن شاء الله بإذن الله هم كده خلاص حققوا إنجاز تاريخي، وما زال إن شاء الله هيحققوا إنجاز أكبر وأكبر بإذن الله. إحنا مشجعين للمنتخب المغربي للسيدات أو للنساء زي ما شجعنا المنتخب المغربي للرجال، واحنا معاكم وبنشجعكم. وانا كمصري فرحان وفخور بمنتخب المغرب للرجال ومنتخب المغرب للنساء. ان شاء الله باذن الله تحققوا انجاز اكبر واكبر، ونفرح لكم اكتر واكتر، واحنا معاكم دايما، وان شاء الله دايما فخورين بيكم بانجازاتكم. وان شاء الله باذن الله ليه لا المنتخب ده ما يفوزش بكاس العالم، يقدر يفوز ان شاء الله، واحنا بنتمنى له التوفيق. فباذن الله ان شاء الله احنا معاكم لاخر الطريق، وان شاء الله المباريات اللي جايه نشجع زي ما شجعنا في المباريات السابقه. ناس طلعوا سخروا مننا من كوكب لالا، طلعوا سخروا مننا وقالوا ان المنتخب المغربي خسر من المانيا في المباراه الافتتاحيه للبطوله للمنتخب المغربي يعني ب6 أهداف. المنتخب المغربي رجع بعدها فاز بمباراتين ورا بعض عشان يصعد من المجموعة ويواصل ان شاء الله بإذن الله انجازاته، ونفرح كلنا. تاني بقول ان شاء الله من مصر نفرح كلنا وكأنه منتخب بلادنا اللي بيلعب. انا دايما لما المنتخب المغربي بيلعب، وطبعا خاصة المنتخب الرجال لان دايما كنا بنتابع منتخب المغرب للرجال، كنت دايما بحس انه كأنه منتخب مصر. سيبكم من اي حد يحاول يوقع ما بيننا، سيبكم من اي حد يستغل اخطاء او تصرفات غير لائقة من بعض اللاعبين في مصر عشان يوتر العلاقات. لا، انا كمصري فخور بالمنتخبات المغربيه، وبتفرج على منتخب المغربي كاني بتفرج على منتخب بلادي بالظبط، كانه منتخب مصر بالظبط، وبفرح للمنتخب المغربي. فبالتالي احنا معاكم، والمستحيل ليس مغربيا، وباذن الله ان شاء الله تحققوا الانجازات اكتر واكتر. توقعاتكم ان شاء الله للمباراه القادمه نرفع راسنا، نتجاهل الناس اللي طلعوا اتريقوا علينا وسخروا مننا ان احنا انهزمنا في اول مباراه، رغم ان هم منتخبهم تقريبا خسر من كوت ديفوار 13 باين حاجه كده. فاحنا نتجاهل كل ده ونركز في طريقنا. احنا ناس مركزين في اللي احنا بنعمله، باذن الله النجاح قادم اكتر واكتر لمنتخب المغرب. يلا نركز في الماتش الجاي عشان نصعد دور كمان ونحقق انجاز زي منتخب الرجال، او يمكن افضل كمان ان شاء الله باذن الله من منتخب الرجال، ونفرح كلنا ونحتفل بنساء المغرب كما احتفلنا برجال المغرب. تحياتي لكم جميعا، وانا كنبغيكم بالزاف، وحفظ الله المملكه المغربيه من مصر كنبغيكم بالزاف. ونسيت اقول لكم حاجه كمان مهمه، انه رغم خروج نادي الوداد من البطوله العربيه، هارد لاك طبعا لنادي الوداد وكل الاحترام لجماهير نادي الوداد، ولكن نادي الرجاء مكمل باذن الله، وان شاء الله يكون هو حامل رايه افريقيا في هذه البطوله، لان هو متبقي هو بس. النهارده الزمالك هيلاعب النصر، الله اعلم النتيجه هتبقى ايه، ولكن في حاله صعود الزمالك يبقى كده في فريق من افريقيا. في حاله خروج الزمالك اذا هو الرجاء ممثل افريقيا، فباذن الله ان شاء الله نشجع نادي الرجاء برضو. انا بعتبر الاثنين انديه بحبهم، ما عنديش حد اغلى من حد، ولكن كره القدم المغربيه كلها انا بشجعها ايكوال واحد. فان شاء الله باذن الله يعني بعد خروج نادي الوداد هارد لاك، ان شاء الله احنا مشجعين لنادي الرجاء الى النهايه باذن الله. تحياتي لكم جميعا وشكرا.